مقطوعة الكرة. مسلم والتحضير لأحمد. الله! ثاني عن طريق مهدي كريم يسجل بالدقيقة 92 الهدف الثاني بعد أن تلاعب بدفاعات وحارس مرمى كركوك. 2 الآن أربيل لا شيء كركوك، ويبصم على النقاط الثلاث بالنسبة لنادي أربيل. إذن أربيل. سنان إلى مسلم مبارك يحاول الآن التسديد. جول جميلة. هو الحل عند أقدام مسلم مبارك. هو صانع الحلول. مسلم مبارك الماس، والهدفين الماس. فرحة هوليرية بالهدفين وانهيار زاق. سنان إلى مسلم مبارك يحاول الآن التسديد. جول جميلة. هو الحل عند أقدام مسلم مبارك. هو صانع الحلول. مسلم مبارك الماس، والهدفين الماس. فرحة هوليرية بالهدفين وانهيار زاق. أمامية الكرة والهجوم لمهدي من اليسار، مؤثر جدا، مميز جدا بهذه المباراة. مهدي التحضير إلى مسلم خطرة. جول خامس لأربيل عن طريق البديل الناجح مسلم مبارك. الهدف الخامس والسادس. ضربة ركنية، كرة ملعوبة تبعد، تعود في المنتصف لؤي صلاح ممتاز الاستلام، ارسال في الجهة اليمنى، هجمة سريعة لأربيل. مسلم مبارك يحاول في هذه الكرة، ممكن يمر. ممتاز المرور. يا سلام والكرة العرضية، لكن الكرة إلى الأمام خطيرة. الحذر والكرة إلى خارج أرضية الملعب. عدت بصلاح. لاعب غير عادي هذا بواز، سريع جدا. شوف، لكن ما عنده النهاية على فكرة. خطير لكن برافو محمد كاسم، برافو التغطية من محمد كاسم. بصراحة اللاعب رقم 2 بواز ما له حل في تشكيلة بيرسيبورا. لم تترجم من لاعبة يوتس بالشكل اللي أرادها بواز قائد الفريق. أحد بيرسيبورا لا شيء في هذا اللقاء، في هذه المباراة. كرة ملعوبة إلى الأمام، الكرة تصل في الجهة اليمنى، كرة عرضية لكن تبعد، والكرة تعود. ضغط ما زال مستمر ومتواصل لفريق بيرسيبورا. عادت المرتدة نبيل صباح. يا سلام لأربيل. الثاني. الله على أربيل. يا سلام على أربيل بعيد عن أربيل، لكن ماذا يفعل؟ الثاني لأربيل العراقي. ممتاز، يجب حسم الأمور من هنا من أندونيسيا. الثاني لأربيل. شوف الهجمة وشوف التمريرة إلى الأمام. لؤي صلاح لم يكن أنانيا أبدا في اللقطة الماضية. تمريرة إلى زميله مسلم مبارك، والهدف الثاني 2 أربيل لا شيء بيرسيبورا. الله على أربيل. المحاولة مستمرة لإحراز هدف التعادل. خطيرة تتأيد. جول التعادل يأتي. البحث دائما عن هدف التعادل،
وبالفعل يأتي هدف التعادل. 1-1. مسلم مبارك يضع هدف التعادل براسه، لكن كرة مثالية بلا شك. مسلم مبارك يسجل هدف، له 3 أهداف في بطولة الدوري العراقي. لكن شوف الكرة المثالية، لعبت أولا عن طريق الجهة اليمنى، ثم تهيأت من أحمد صلاح ورأسية مسلم مبارك في شباك عبد العزيز علي. ثنائي الغرافة في يد الشمري. انتظرنا 40 دقيقة وكنا حذرين ومتخوفين من نيفيتشي، والآن مسلم مبارك يضع الهدف الأول لنادي أربيل. هدف لمسلم مبارك. لاحظ المتابعة الجميلة من مسلم مبارك، متابعة جميلة من مسلم مبارك بعد أن الكرة سقطت من الحارس ليكملها مسلم مبارك. بنفس الطريقة أمجد راضي كان ممكن يسجل هدف في محاولة، أيضا الكرة ارتدت من الحارس ولم يكملها أمجد راضي في المرمى. لكن هذه المرة لاحظ الارتقاء الجميل من أحمد إبراهيم، وحارس المرمى يخطئ. بعد ذلك مسلم الذي يتواجد قريب لمدافعي نيفيتشي ويكمل الكرة داخل الشباك. هدف لأربيل. يعني الآن خطرة مسلم مبارك يدخل منطقة الجزاء ركلة جزاء لفريق. لازلنا بانتظار تنفيذ ركلة الجزاء. مسلم مبارك حكم مباراة يصفر. مسلم وهدف الثاني لأربيل. أربيل يسجل هدف الثاني في الدقيقة 35 عن طريق مسلم مبارك. هدفين لأربيل. ايضا خطا دفاعي كابتن احمد. نعم خطا دفاعي. اريد ان اعرج عن تنفيذ ضربه الجزاء. نعم. قبل يومين الاتحاد الدولي، لكن حارس المرمى لاحظ بيمناه ارتمع على هذه الكره، ابعدها حولها الى ركنيه هي الثالثه لأربيل. ومحمد قاصد في شوط المباراه الاول اعاده الاهداف. البدايه مبكره من مسلم مبارك، ثم الهدف بطريقه الخطا في الدقيقه 8. بعد هدف الدقيقه 4 ياتي حمد خميس للتسجيل بشكل خاطئ. هنا الهدف الثالث الدقيقة 21 لشوط المباراة الثانية. اللاعب البديل يونس شكور يسجل ويحتفل ويسعد زملائه بهدف تأمين النتيجة. ثم هدف رابع عن طريق المدافع المتميز المتقدم في اللقطة التي شاهدناها أحمد إبراهيم، الذي بالتأكيد يعني ضمن نتيجة قياسية لفريقه حتى الآن في هذه عجيبة في دفاع فريق العروبة. وخطأ جديد للمدافع عبد السلام عامر، وأيضا يعني زملائه في خط الدفاع سواء راشد جمعة أو الآخرون الكل يخطئ. يعني حتى أحمد السعد شاهدنا خط الدفاع بالكامل يتحمل مسؤولية الأهداف. ومسلم مبارك يحتفل بهدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الخامس، ونتيجة كبيرة جدا عريضة جدا لم تكن منتظرة أبدا. ومحمد هويدي بالتأكيد نهاية اللقاء الصافرة النهائية في هذه المباراة من حكم اللقاء الأوزبك سيد فلادسلاف تيسلين، التي تعلن عن فوز مستحق لفريق أربيل ب5 أهداف نظيفة في مواجهة فريق العروبة العماني. إذن أربيل إلى الصدارة وحيدا ب8 نقاط، بينما فريق العروبة يتجمد رصيده عند النقاط ال5. أحبتي الكرام، سعدنا بصحبتكم، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا. حتى نلقاكم في مواعيد قادمة، لكم مني أطيب التحيات وإلى اللقاء.